ده شغل السبع ورقات اللي بتعمله اثيوبيا في ملف سد النهضة حاليا، مع ظهور بوادر المشاكل الهندسية في المشروع، واللي ممكن تزيد كمان مع الزلازل اللي زادت في المنطقة في الفترة الأخيرة. ايه هي المشاكل الهندسية دي وازاي اثيوبيا بتكتم عليها؟ ايه اللي الزلازل هتعمله في السد؟ كل ده واكتر هتعرفوا معايا في التقرير ده من 3 دقايق. مشاكل هندسية جديدة بتظهر في مشروع سد النهضة اللي بتبنيه اثيوبيا على نهر النيل، وبتهدد الزلازل المتكررة في المنطقة بمضاعفة المشاكل دي في الفترة الجاية. خلال اليومين اللي فاتوا حصل زلزال جديد في دولة اريتريا، واللي تعتبر من الدول المجاورة لاثيوبيا وقريبة من الناحية الجغرافية من مكان بناء سد النهضة في اقليم بن شنقول. جدد الزلزال ده واللي بيجي ضمن زلازل متكررة حصلت في الشهور اللي فاتت المخاوف من حصول تصدعات كبيرة في السد الاثيوبي، وكمان في سد السرج واللي يعتبر السد المساعد للسد الرئيسي. سد السرج ده اتبنى بين جبلين في منطقة سد النهضة، كانت المنطقة دي مفتوحة وبالتالي ما كانش ينفع يتم تخزين المية فيها إلا لما يتم إغلاق المنطقة دي بالسد ده، واللي اتبنى من الخرسانة بعد تبطين المنطقة السفلية منه علشان ما يحصلش أي انزلاقات للتربة التحتية. لكن في الفترة اللي فاتت ظهرت مشاكل هيكلية في خرسانة السد ده، واللي تمثلت في ظهور الشقوق فيه. في وقت سابق حذر أستاذ إدارة المية والتنمية المستدامة بجامعة أخن الألمانية هاني سويلم من وجود تشققات في الواجهة الخرسانية لسد السرج. استند سويلم في تحذيره ده لمقارنة بين صورتين للسد، الأولى في 2020 والثانية في سنة 2022، وده عن طريق تطبيق خرائط جوجل مابس، واللي أظهر وجود التشققات دي في السد. قال سويلم إن التشققات دي ظهرت في الواجهة الخرسانية للسد قبل وصول المية ليه، وده بسبب تأثير الظروف الجوية خصوصا مع هطول الأمطار الغزيرة. وبسبب كده سد النهضة ما يعتبرش سد مستقر لحجز 50 مليار متر مكعب من المية، ده بحسب كلامه. أوضح سويلم أن السعة التخزينية لسد النهضة الرئيسي في حدود 18.5 مليار متر مكعب بس من المية، في حين بيرفع سد السرج من السعة التخزينية للمشروع ل 74 مليار متر مكعب، يعني زيادة بأكتر من 55.5 مليار متر مكعب تقريبا. رغم كده رفض سويلم تأكيد أو نفي فرضية انهيار سد السرج، لكنه طالب اثيوبيا والشركة المنفذة للمشروع بإصدار بيان صحفي على الفور، كمان عرض الدراسات الفنية اللي بتثبت سلامة السد ده، وتقديم تبرير وشرح فوري للتشققات دي، وده الأمر اللي ما حصلش لحد دلوقتي رغم مرور شهور على ظهور التشققات دي. دعا سويلم المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان للتدخل لضمان التجميد الفوري لأعمال البناء والملء لمنع المخاطر المحتملة. فهل تفتكر إن الزلازل الجديدة هتكشف عورات السد ده وتؤدي لانهياره ولا لا؟ شاركوني برأيكم في التعليقات.